تخيل كده لو صحيت من النوم في يوم لقيت موبايلك شاشة سودا. الله. هو الانترنت قطع عن العالم كله فجأة. تفتكر حياتك هتمشي ازاي؟ وفلوسك اللي في البنك هتقدر توصل لها ولا هتتبخر؟ وهل التكنولوجيا فعلا سهلت حياتنا ولا خلتنا عبيد لشاشة صغيرة؟ السؤال ده اجابته مش سهلة، وهقولك الخلاصة بتاعته في اخر الفيديو. بس خلينا الاول نتكلم في حاجة بتمس جيب كل واحد فينا. اهلا بيكم. مفيش شك ان تطبيقات الموبايل غيرت شكل حياتنا تماما، من اول ما بتطلب اكل لحد ما بتحجز طيارة. بس اهم نوع من التطبيقات دي هو اللي بيمسك عصب الحياة: الفلوس. الفلوس يا صديقي. تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية بقت ضرورة مش رفاهية. وفرت علينا طوابير طويلة وإجراءات روتينية مملة. والنهاردة تركيزنا هيكون على واحد من التطبيقات اللي الناس كتير بتسأل عنها، هو تطبيق فيديليتي اونلاين بانكينج. التطبيق ده الخاص ببنك فيديليتي، واللي بيعتمد على برمجته على منصة ان انتر سويتش المعروفة في مجال المدفوعات الرقمية. خلونا ندخل في المهم. فيديليتي اونلاين بانكينج وظيفته الاساسيه انه يحول موبايلك لفرع بنك متحرك في جيبك. الفكره كلها انك تقدر تدير حسابك البنكي من غير ما تروح الفرع. التطبيق بيسمح لك تعمل حاجات كتير، زي تحويل الاموال سواء لحسابات جوه نفس البنك او لبنوك تانية، ودفع الفواتير زي الكهرباء والمية، وشحن رصيد الموبايل. وكمان تقدر تتابع كشف حسابك وتشوف كل مليم خرج وراح فين وجالك امتى. وده طبعا بيدينا سيطرة كاملة على مصاريفنا. عشان تستخدم التطبيق ده بشكل صحيح، أول خطوة طبعا هي التحميل من المتجر، وبعدها بتعمل عملية تسجيل ريجستنج، وهي نقطة مهمة جدا. لازم تتأكد ان رقم الموبايل اللي بتسجله بيه هو نفس الرقم الموبايل مربوط بحسابك في البنك، عشان يجيلك عليه كود التفعيل الاوتو بي. بعد ما بتسجل بتعمل رقم سري وأمان. ونصيحة يا جماعة: بلاش تواريخ الميلاد والأرقام المتتالية 1 2 3 4. خلي الرقم السري صعب، لأن تاريخ ميلادك موجود حضرتك في البطاقة بتاعتك أو في الباسبور، فممكن أي حد يبقى سهل إنه يخمنه. تطبيق واجهته بتعتمد على التبويبات الواضحة. هتلاقي التحويلات في مكان ودفع الفواتير في مكان تاني. حاول دايما تتأكد من رصيدك قبل أي عملية، وتصور إيصال الدفع سكرين شوت للاحتياط. نيجي بقى للكلام اللي يهمنا كلنا: ايه هي مميزات وعيوب التطبيق ده؟ وايه الناس اللي جربت رأيها في التطبيق ده؟ رأيها ايه في التطبيق ده؟ من مميزات التطبيق ان واجهته بسيطة ومش معقدة، يعني اي حد ملوش في التكنولوجيا قوي يقدر يتعامل معاه. وكمان سرعة التحويلات في الاوقات العادية بتكون كويسة جدا. وميزة انه مدعوم من انتر سويتش بتديله نوع من الأمان، من أنواع الأمان في تشفير البيانات. لكن عشان نكون أمناء مع بعضنا، الحلو ما يكملش. من واقع تعليقات المستخدمين في بلاي ستور، في شكاوى متكررة ومزعجة جدا إن أغلب الناس بتشتكي من مشاكل في تسجيل الدخول بعد تحديثات التطبيقات. يعني ممكن تكون بتستخدمه عادي وفجأة بعد التحديث يرفض يدخلك ويقولك في خطأ في الاتصال. كمان في ناس اشتكت إن التطبيق أحيانا بيكون تقيل جدا وبيهنج وقت تنفيذ العملية. وده طبعا بيوتر جدا، لأنك مش بتبقى عارف الفلوس اتخصمت ولا لأ. وفي تعليقات ركزت ان خدمة العملاء استجابتهم بطيئة في حل المشاكل التطبيق التقنية تحديدا. طيب لو التطبيق ده علق معاك او زهقك، ايه البديل؟ الحقيقة في عالم البنوك البديل دايما بيكون التطبيقات المنافسة في نفس السوق. لو انت بتستخدم التطبيق ده في نطاق دولي او افريقي تحديدا، في تطبيقات زي اوباي او بلام باي بيعتبر بدائل قوية جدا وسريعة في المعاملات اليومية أو الحل التقليدي والأكثر أمانا وقت الأزمات، وهو استخدام أكواد اليو اس اس دي اللي البنك بيوفرها، لأنها بتشتغل حتى لو مفيش إنترنت قوي. ودي نصيحة ذهبية لأي حد بيعتمد على تطبيقات البنوك: احفظ أكواد البنك بتاعك للطوارئ. في النهاية نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه: هل التكنولوجيا خلتنا عبيد ولا سهلت حياتنا؟ الإجابة هي إن التكنولوجيا زي السكينة، ممكن تقطع بيها فاكهة وممكن تعور بيها نفسك. لو اعتمدنا على التطبيقات دي اعتماد كلي ونسينا يكون معانا كاش للطوارئ أو نسينا نحفظ بياناتنا، هنا بنتحول لعبيد للسيستم لو وقع. لكن لو استخدمناها بذكاء وعرفنا امتى نستخدمها وامتى نأمن نفسنا ببدايل، هنا بتتحول لأداة سحرية بتوفر وقتنا ومجهودنا. والفكرة مش في التطبيق، الفكرة فيك انت بتستخدمه ازاي. عشان كده اي حد فينا التليفون بتاعه بيضيع بتبقى كارثة كبيرة، عشان هو عليه كل بياناته وكل حاجة، مش حافظ لا باسوردات ولا حافظ ايميلات ولا حافظ اي حاجة. الكارثة اللي ممكن تحصل لحسابك فجأة حقيقة تطبيق فريدليتلي اونلاين بانكينج.